لعشاق الارز هاد الوصفه ليكم. درت لكم كريه دجاج بالكريمه السائله. من كثره البنات تاعها يقولوا لي ديريها لنا كل يوم. كيما تقدروا ترافقوها بلي فريت اذا ما حبيتوش الرز. هنا عندي نص صدر تاع دجاج كنت رحيته مع حبه بصله، نص درتها مع الدجاج ونص نخليها تكوتي. هنا لي زيبيس تسيبوهم في لا ديسكريبسيون لتحت. ندير لهم معدنوس ومغرفه صغيره تاع لا موطار. نخلط كلش. انا هنا نسيت الملح وخلوها تريح بجي. نروح نوجدوا الرز. انا هنا عندي زوج كيسان تاع رز، كل واحد يدير على حسب العائله تاعو. نغسلوه مليح ونروح نديرو في لاكوكوط ونزيد له 2 مغارف كبار تاع زيت والتوابل اللي تصيبوهم لتحت والقارند. نقليهم مليح ونروح نمرق كل كاس تاع ماء بزوج كيسان تاع ماء. نغلق لاكوكوط تاعي ونخليه يطيب 10 دقائق ونطفي عليه. هنا في مقله درت مغرفه كبيره تاع زبده ومغرفه كبيره تاع زيت، ورحت قليت هذوك لي بولات تاعي بعد ما رمتهم في لافارين. كي تقلاو مليح نحيهم ونروح في هذيك الزبده اللي تقلى فيها الدجاج تاعي. ندير هذيك البصل، نسحبها بصل اللي خليتها تكوتي، ندبلها مليح وندير لها ملح فلفل كحل كركم وتوابل تاع الدجاج. نعاود نرجع لي بولات تاعي بعد ما تقلى البصل ونمرق بكاس تاع ماء. نزيد الزيتون اذا حبيتو ديروه، اذا حبيتو تنحوه. كي يطيب واحد 10 دقائق نزيد له الكريمه السائله وشويه شيدار من الفوق ونخليه يغلي 5 دقائق ونطفي عليه ونتحصلوا على هذه النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نقول لكم تبقاو على خير.